ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معاكم محمد شرع على قناة يوتيوب. من فضلكم متفعلش كده تفعل الجرس والاشتراك واللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدأ. ان شاء الله بإذن الله هنتكلم النهاردة عن مراجعة اي حاجة فاتتك، وازاي تقدر ان انت تعديها. تمام. وازاي تقدر ان انت تطور من نفسك دايما، وازاي ان انت تقدر تحاسب نفسك اول باول على غلطات الماضي. كتير مننا في اي علاقة او في اي حاجة بيبقى ما عندوش حتة انه يراجع نفسه، ان لا انا كنت هنا غلطان، لا انا ما كانش ينفع اعمل كده، لا الحتة دي ما كانش ينفع ان انا اعملها. فحتة ان انا اراجع نفسي دي بيديني كامل المسؤولية، ان انا متحمل المسؤولية كاملة عن اي حاجة انا عملتها. ففي المستقبل لو حصل اي مشكلة هقدر اواجهها، لاني عرفت غلط وعرفت ازاي ان انا اصلحه. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، ان انا لازم اقف وقفة مع نفسي، اشوف انا غلطان فين، اشوف انا العيب فين واصلحه، اشوف فين انا ما نجحتش في ده ليه. طب ليه ده عاملني وحش؟ او ليه مثلا انا رحت الشغلانه وما اتقبلتش مثلا فيها؟ او ليه مثلا في ناس مش حابه شخصيتي؟ او ليه دايما كل ما اتكلم بلاقي رد فعل غير طبيعي يجبر اللي قدامي ان هو يزعلني؟ فدي نمره واحد، اشوف الغلطات فين، تمام، واقف عندها واصلحها. نمره تلاتة، ابتدي ابص لقدام ما ابصش لورا. الماضي عدى وفات، احنا بناخد منه الدرس. الانسان دايما بيفشل في حياته في بعض الامور، وده الطبيعي لان ربنا عز وجل، تمام، خلقنا كلنا عشان نخطأ، تمام، وهو يغفر، سمى نفسه الغفور الرحيم عشاننا. تمام. هو ربنا عز وجل سمى نفسه الغفور الرحيم عشان انت لما تخطئ تلجأ لربنا عز وجل فيغفر لك. وربنا بيقول برضه ولو لم تخطئون، يعني انتوا لو ما اخطأتوش فربنا عز وجل هيجيب ناس يخلقها، تمام، فيخطئون فيغفر الله لهم. تمام. فالخطأ مش عيب، هو انت طبيعي الانسان خطاء، هو ربنا خلق فيه الحتة دي، تمام، كاختبار ليه وعشان يشوف هيقدر يتحمل مسؤولية الدنيا وأعباء الدنيا وشقاء الدنيا بصدر رحب ويقين ثابت، ويبقى واقف على أرض صلبة، ولا هيتضايق ويزعل ويقول اشمعنى أنا من ده ومن ده ومن ده ومن ده ومن ده. تمام. فدي من ضمن الحاجات. ربنا عز وجل له حكمة كبيرة في خلقه. ربنا ما خلقكش عبث ولن يتركك سدى، بس له حكمة، تمام، في بعض الامور في حياتك. انت ممكن تستغرب مثلا من مشكله تحصل لك او بلاء يجي لك، فما تتقبلش الموضوع وتبقى زعلان. طب ما غيري مرتاح وغيري وغيري وغيري. اولا انت ما تعرفش غيرك ده مرتاح ولا لا. غيرك ده ممكن يكون معاه ملايين بس مش مرتاح، عنده الكبد وعنده 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 وعنده. انت بتاكل وبتشرب وبتنام، غيرك ما بينامش. فالمفروض تكون حاطط النقطة دي برضو في دماغك. غيرك مش سعيد، انت سعيد، بتروح تلاقي بيتك، تلاقي عيالك، تلاقي دنيتك، تلاقي اخواتك حتى لو مش متجوز، تلاقي حد يرحب بيك. هو ممكن يكون كل اللي حواليه اعداء ليه، حتى اهله طمعانين عايزينه يموت عشان يورثه مثلا، او مثلا في الشغل الناس بتكرهه، او ربنا عز وجل ممكن يكون اعطيك نقطة مش عند حد تاني، محبة الناس، ان الناس كلها بتحبك مع انك شخص طبيعي مش غني، مش معاك فلوس، لكن معاملتك ولسانك الكويس مش بيجبر الناس، ده بيخليهم يحبوك ويحترموك. هي العلاقة مش علاقة فلوس لوحدها، العلاقة ان انا ازاي اقدر اعيش حياتي واتعايش وانا راضي، وانا صادر رحب، وانا سعيد، وانا راضي بكل اللي يجيبه ربنا. ربنا عز وجل مش ظلام بالعبيد، ما بيكرهش عبيده، بيحب عبيده. بس انت من طبيعتك البشرية تفكر ان ربنا، تمام، آه لا ده فضل شخص عن شخص، او ده غني طب اشمعنى انا فقير. لا هي مش كده، هي مش كده. هو ربنا عز وجل له حكمة، شايف انك لو عطاك اكتر من كده هتطغى، هتتكبر، هتفتري. تمام. لو بسط الله الرزق لعباده في الارض لبغوا، ولكن ينظر الرزق بقدر على من يشاء من عباده. لو اعطاك رزق زيادة هتطغى، تتكبر. تمام. وخلق الانسان ضعيفا، انت ضعيف، ربنا عز وجل خلقك ضعيف. تمام.
ولكن اعطاك نقطة تميزك عن الجن والانس، تميزك عن الجن وعن باقي المخلوقات كلها، هو اليقين، الايمان، العقل. طب ليه انا عندي عقل وقلب اتنين؟ وليه العقل في الملاك؟ وليه الغريزة في الحيوان؟ طب ليه انا جوايا الاتنين؟ ليه الكوكتيل الغريب ده جوا الانسان؟ يعني ليه دايما ما حد سأل سؤال، هو ليه ربنا عز وجل عطاني عقل وغريزة اللي هي الشهوات والرغبات، وان انا لو شفت واحدة او شفت حد ابتدي ابص وابتدي مش عارف ايه، وابتدي غرايزي تتحرك ويبتدي. طب ليه كل ده بيحصل؟ ليه الحاجات دي بتحصل وليه لما بفكر في حاجه ابتدي افكر وعقلي يشتغل وابتدي ابقى متضايق، والحاجات دي النرفزه تظهر على وشي وعلى مش عارف ايه، وابتدي اتضايق وابتدي. ربنا عز وجل خلق الملائكه بعقل بدون غريزه، تمام؟ دول بيعبدوا ربنا، ما بيعصوش ربنا، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعطى للحيوان غريزه بدون عقل، وعطى للإنسان العقل والغريزة عشان لو اتغلب عقله، تمام؟ لو أنا مثلا جيت أعمل غلط أو حاجة فقلت لأ حرام ما ينفعش ربنا شايفني وي، أو مثلا قدامي فلوس أو مهما كان الموقف، تمام؟ اتقيت ربنا فيه واستخدمت عقلي، يبقى كده أنا عقلي تمام تغلب على غريزتي، على رغبتي، على شهوتي، أبقى أعلى من الملائكة في الأجر. طب لو اتغلبت بقى غريزتي على عقلي، وغريزتي ساقتني وشهوتي ساقتني في الغلط، تبقى اوطى من الحيوان. فربنا جعل فيك الحتتين دول عشان يشوف هتتصرف ازاي. ربنا لما بيقعد مع ملائكته تمام في السماء السابعة بيتعجب من تصرفات العبد، بيشوف هيعمل ايه، هيتصرف ازاي. طب في الموقف الفلاني، طب يروح حاطط قدامه اختبار مثلا ويشوف هيعمل ايه، هيتصرف، يروح حاطط قدامه مليون جنيه مثلا، 50,000 60,000 100,000، ويشوف هو هيعمل ايه، هيتصرف ازاي. طب لو نجح في الاختبار وما مدش ايده وبتاع، خلاص يبقى يستاهل النعمة. طب ما نجحش في الاختبار ونفسه ضعفت، لا ده لو خد زيادة عن كده هيطغى، هيبقى شر ليه. طب شر ليه في ايه؟ طب ما هو يسرق ويعمل ويسوي، وفي الاخر خالص لما يجي يموت خلاص شكرا انتهى كده، يبقى في قبر وفي حساب وفي عقاب وفي نار. ربنا بيحبك فمش عايز يتقل عليك، لانه عارف انك ضعيف وبتضعف في النقطة دي، فمخليك كده، لا كده احسن ليك. تعيش شوية شقة في الدنيا لكن هترتاح في الاخرة، لان كلنا هنموت. ولو كان حد منا حيا باقيا لكان اولى بها رسول الله، ولكن تفنى الدنيا ويفنى نعيمها ويبقى الواحد القهار الذي لا يغفل ولا ينام. وحد الله. المهم دي من ضمن الحاجات اللي لازم تفهمها، انك تتقبل ربنا عز وجل وتتقبل حكمته وتكون راضي بكل حاجة يجيبها لك، لان ربنا عز وجل ما بيكرهش عباده، ربنا بيحبهم، لكن عارف ده امتى هديله، ده امتى لا مش هديله، لا ده امتى يستحق وده لا ما يستحقش دلوقتي. لما ربنا عز وجل بيجلس بين الملائكة بيتباهى بك امام الملائكة من رد فعلك، من يقينك، من ايمانك، من صلاتك، من تسبيحك، يبقى بيبتليك بالمصيبة وانت فرحان وسعيد. طب ليه فرحان وسعيد؟ ربنا افتكرني، ومعناتها انه افتكرك ببلاء او بمصيبة هو بيحبك، عايز يطهرك. انت عندك غلط، فلو فضل الذنوب تتراكم عليك هتيجي يوم القيامة فتتحاسب عليها فتعذب بها، ولكن عايز يطهرك اول باول عشان لما تجيله تكون افضل، تكون احسن. فربنا عز وجل بيحب عباده، لو ما بيحبكش ما كانش جابك الدنيا. فدي من ضمن الحاجات اللي لازم تفهم سيكولوجية ان ربنا بيتعامل معاك ازاي. فلو فهمت الحكمة من سيكولوجية ربنا تمام، وانك تعامل ربنا مش بعقلك، لا تعامله بمعاملته لك، بقرآنه، بسنته، بنبيه محمد، بالعلم اللي انزله على النبي محمد وعلينا، فاحنا بنتعامل بيه بالقرآن، ده الوسيلة الصلة اللي بيننا وبينه. الصلاة دي وسيلة والصلة بينك وبينه، فما تعاملوش بالدنيا، ما تعاملوش بحتة بعقليات الدنيا، لا عامل ربنا باللي انزل. وليه ربنا انزل عليك القرآن؟ عشان تعاملوا بيه، عشان يفهمك. لا اوعى تعاملني بمنطق الدنيا، هتتعب وهتتعب نفسك، انا مش هيضرني شيء. ربنا عز وجل ممكن يلغينا كلنا، يمحينا، وما ذلك على الله بعزيز، هيشيلنا كلنا، يبيدنا من على وجه الارض،
ويجيب ناس تانية يعبدوه وما يعصوهوش، عشان تكونوا فاهمين. تمام. فربنا عز وجل له حكمة. تمام. ما هو بيقول لك ايه؟ لولا البهائم الردة والاطفال الرضع والعجائز الركع لخسف الله بنا الارض. السماء تقول يا رب اذن عليا مش عارف اعمل كذا، والارض تقول يا رب اذن عليا اخسف بابن ادم. كل الكون تمرد على ابن ادم، كل الكون ضد البني ادم. فماذا يقول الرب الرحيم؟ قالوا دعوني وخلقي. ربنا عز وجل اللي بيقول دعوني وخلقي لو خلقتموهم لرحمتموهم. فربنا عز وجل جميل طيب. ده الام بتبقى حنينه على ابنها، ما بالك بقى ربنا عز وجل. ربنا عز وجل منزل النبي محمد رحمه لينا، ما بالك هو رحمته هو بقى عامله ازاي. ده ربنا عز وجل منزل في الدنيا بس رحمه واحده، و99 رحمه سايبها للاخره. فربنا رحيم. ده انت لو علمت ربنا بيحبك ازاي كانت مصارينك دي اتقطعت من البكا على ربنا انك مشتاق له، بس انت ما تعرفش، مغيب. فنجرب نخلي الثقة في ربنا كبيرة واليقين كبير. فلو حطيت الثقة واليقين صدقني حياتك كلها تبقى كويسة. انت ليه حياتك متفشكلة وليه تعبان وليه حزين وليه مهموم وليه فقير وليه؟ لانك مبعد عن ربنا. ربنا حط جواك زرار، تمام، تدمير ذاتي. لما تبعد عنه، تبعد عن ربنا، تلاقي حياتك كلها اتفشكلت. تقرب من ربنا تلاقي كل حاجة تمام. فانت السر او الباسورد، تمام، لكل مفتاح هو ربنا. عايز اي حاجة في الدنيا دي اطلب من ربنا، ما تطلبش من العبد. اوعى تطلب من العبد. فاللجوء والشكوى الى العبد مذلة، والشكوى الى الله رحمة. تمام. هو ربنا عايزك تشكيله. ما هو خلقك ليه اصلا؟ فانا ليه اروح للعبد؟ ده كان في ناس من الصحابة بيدعوا ربنا عشان شوية ملح. فانت جرب تقرب من ربنا وتدعي، مالكش دعوة بالعبد. العبد لا يملك لك ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو أراد الله بك خيرا فلا راد لقضائه. فنلجأ إلى الله عز وجل، وصدقوني الحياة تبقى أحسن. أشوفكم على خير في حلقة جديدة وبرنامج جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.